السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوصفه تاع اليوم رايحه تكون خفيفه ظريفه. وقبل ما نبداو صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نبدا في المقادير وطريقه التحضير. عندي نص صدر تاع دجاج، عندي 5 حبات طماطيش، شويه بطاطا كنت نقيتها وقطعتها، عندي سنينات تاع ثوم. هنا الثوم على حسب الكميه اللي حديري، نقدروا نديروا حتى ل4 ملعقه كبيره تاع ثوم. وكان ندوزو لصدر الدجاج اللي كنت قطعته، نديرلو شويه زنجبيل، شويه فلفل كحل، وهنايا شويه كوري. ودوكا زدتلو شويه ثوم، تقريبا 2 سنات كبار تاع ثوم. نزيدلو تقريبا 2 مغارف كبار تاع زيت باش يتخلطوا مليح لي زيبيس في الدجاج كما راكم تشوفوا. ودوكا بعد اللي كملت خلطتهم كامل، نحط المقله تاع الزيت، نحطها تسخن ونبدا نقلي في البطاطا، ونزيد نحط نقلي صدر الدجاج، نزيد له تقريبا 2 مغارف كبار تاع زيت في المقله. وهنا كي نشوف الزيت سخنت، نحط هذاك الصدر تاع الدجاج ونخليه يتقلى حتى يتحمر، يولي ياخذ هذاك اللون. نبقى نحرك باش الثوم ما ينحرقش. وفي الوقت اللي راني نحرك فيه، عيني راهي على البطاطا، نقلي فيها حتى تاخذ هذاك اللون اللي رانا نشوفه فيه. في الاخير كامل نزيدو رشه تاع ملح ونخلطو شويه ونحطو بجيه. ندور من بعد للطماطيش اللي كنت نقيتها، نشد نقطعها بهذه الطريقه، نحيلها الزريعه. هنا نحيت لها القشره، قطعتها دوائر. هنا تقدري تقطعيها عشوائيا كما تحبي. كما نعرفوا الطماطيش كي نديروها تنقلى رايحه تذوب، باي طريقه نقطعوها. هنا بعد اللي كملت قطعتها كامل، نزيد لها هنايا 2 سنينات تاع ثوم يكونوا كبار، ونكون درت المقله فوق النار، نحطها تسخن. ندي طماطيش نحطها في المقله، نزيد لها شويه زيت ونكمل نقلي هذيك الطماطيش في المقله اللي استعملتها تاع الصدر تاع الدجاج. نكمل نقليها كامل على نار قليله. نزيد لها شويه فلفل كحل وشويه ملح. زدت لها 1/4 ملعقه كبيره تاع طماطيش مصبره، وفي الاخير كامل كنت زدت لها 1/4 كاس تاع ماء. ما صورتوش 1/4 كاس تاع ماء، يعني تقريبا 3 مغارف كبار تاع ماء ولا 4، ونطفي عليها باش تجينا هذيك المريقه شويه. وفي الاخير كامل نزيد هذاك نص صدر تاع الدجاج اللي كنت طيبته، نخلطه تقريبا دقيقه ولا، ونطفي عليه قيس ما يتشرب هذيك الطماطيش. هنا نطفي عليه. هنا نجيبوا البطاطا اللي كنت قليتها ونديروا عليها هذيك الصوص.
رايحة تساعد بزاف، وبالأخص المرأة العاملة. رايحة تجي أكلة بنينة وعلى بالي حين يحبوها الكبار والصغار. وفي الأخير كامل اللي عجبتها الوصفة ما تنسانيش بالجيم والاشتراك مع وصفات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.